اسهل والمهل وقام حتى لذا الزين ما ينطل. واش راكم خواتاتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جيتكم اليوم بوصفة والله قنبلة صراحة، راح تحتاجوها في رمضان ياسر، وثاني اقتصادية وما تديش كامل ياسر صوالح. راح تديريها بكيلة زيت وكيلة ماء وكيلة زبدة، ما فيها ني حليب، ني والو، ني بيض. نقولوا بسم الله صحاباتي ونبداو بالوصفه تاع نهار اليوم. ما تنساوش تصلوا وتسلموا على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفوا البنات، انا عندي كيلة تاع مارغرين، اي نوع متوفر عندك استعملي. انا هنا استعملت صول صراحه، ولات تعجبني. ومن بعد درت كيلة تاع ماء وكيلة تاع زيت ومقرف كبيرة سكر ونص مقرف ملح، ونميكسيهم مليح بالبرا كيما راكم تشوفوا حتى يرجع لي الخليط يتجانس كيما راكم تشوفوا هنا. من بعد انا قسمتها على اثنين، نص رحت زدت له 2 مقارف سكر كلاصي ولافاني ومبشور تاع الليمون. هذه راح نديرها لتغتولات، والاخرى خليتها مالحه نتاع ليكي. شوفوا البنات باش نكون صريحه معكم، انا هذه الوصفه ماشي تاعي، وصفه منقوله واول مره كنت نجربها، وصراحه انبهرت بالنتيجه. سورتو بها اقتصاديه وما فيهاش ياسر مكونات. هذه الوصفه تاع اختي كريمه شفتها في القناه تاعها، نقولها ربي يحفظك ان شاء الله حبيبتي. والله صراحة الوصفة هذه عجبتني بزاف، وأكثر حاجة أنه اقتصادية، ما فيها لا حليب ما فيها بيض، وتقدر تشد معانا مدة كبيرة لأنه ما فيهاش البيض. أنا نسيت هنايا البنات، أنا نسيت لكم مقرف خل من الأول ضيفوها مع المكونات، كما نديروا الماء والزيت والمارغرين ضيفوا ثاني معاها مغرف خل. والبنات هنا أنا الفارينة دات لي بالضبط كيلو. درت نص الكيلو هذاك في العجينة الحلوة، والأخرى درتها في المالحة. هنا حبيبتي بالضبط والله ماني عارفة شحال، بصح انتيا ديري الفارينة وشوفي. البنات هنايا خلوها طرية باش تجيكم العجينة هشيشة، ما تيبسوهاش وما تخلوهاش كيما نقولوا حنايا تتلاصق ياسر في اليد. هنا راني كنت نضيف في الفارينة، واهم حاجة انكم الفارينة هنا تغربلوها مليح. شوفوا العجينة هنايا لاباط جاتني الله يبارك كيما صابلي، والله قلت لكم عجينة تستحق التجربة. حبيبتي لأول مرة تزور القناة تاعي، نقولك حبيبتي ما تنساش تشتركي في القناة وتخلي لي جام هكذا تكبر العائلة تاعنا. وشوفوا البنات هذه العجينة الحلوة كي طابت، جا شكلها والله خير من اللي موارفة ندير فيها البيض والحليب كيما كامل اللي موارفين نستعملوها نتاع اللي تغسولات. انا حبيبتي انا درت هنا رشة نتاع خمارة، درتها في العجينة الحلوة والمالحة. انا خفت عندك لا تهبط لي في الفور ولا حاجة، قلت لانه الوصفة هذه أول مرة كنت نجربها، رحت ضفت شوي خمارة تاع الحلويات، قلت باش نضمن ما تهبط ليش في الفور. وشوفوا البنات هنايا هذه بعد ما لميتها العجينة، واللي عجبتني كتار العجينة هذه شغل وانتي تخدمي فيها تعطيك الطعم. بعد وانا نعمر في ليمون والله كنت نعمر الله يبارك رابيدمو. شوفوا البنات انا جبت ليمون تاعي، جبت ليمون كبار وصغار، وجبت هذوما تاع المهراس. وانتم البنات انا المول اللي حبيتو تستخدموه ديروه. وبالنسبة للبنات اللي راهم يستعملوا فيها مشاريع، هذه تاني والله في رمضان راح تمشي لكم ياسر، وسرتوا انه هذه الوصفة اقتصادية يعني راح تكوني رابحة فيها بإذن الله تعالى. هنا كنت البنات أنا نعمر في لي فيغين تاوي كاملين كما راكم تشوفوا هنايا. والله صراحة قلت لكم العجينة هذه تهبل ساعدتني وعطاتني الطاقة. شوف كي تكوني تليسي فيها الله يبارك ثم ما تستعملي لا فرينة لا والو، ثم الله يبارك تخدم معاك. هنا نعمرون كامل بنفس الطريقة كما راكم تشوفون. بعد ثقبهم بالفرشيطة. هنا البنات هذه العجينة ما ترتاح، ما تخليها في الفرن، ما تبرد ما والو، ديريكتومون اخدمي روحي طيبي. وراني قلتها لكم نعاودها لكم، والله تجربة تستحق عفوا وصفة تستحق التجربة. أنا صراحة عجبتني والنتيجة كانت بالنسبة لي رائعة. معني موارفة ندير لي تاغتولات، موارفة ندير لي ميني كيش، والله يجوني شغل يهبلوا. بصح هذه الوصفة اللي عجبتني فيها أنه اقتصادية، وثاني تقطع كمية كبيرة لأنه راح نضيفوا لها ديك الكيلة نتاع الماء. خير من أنه تروحي ديري لها البيض وديري الحليب. هذه الوصفة شغل اقتصادية، وثاني تجيب بنتها مليحة تجي مقرمشة. بالنسبة للبنات اللي يحبوا لاباط تكون مقرمشة،
وخفيفة. هذه الوصفة والله راح ننصحك بها. أنا أول مرة نجربها كنت خايفة المرة الأولى منها، من بعد كي جربتها والله ما خلاص هذه قلت إن شاء الله نعود نعتمدها دائما. كما قلت لكم البنات اللي حابة دير مشروع ولا حاجة، هذه الوصفة والله راح تخرجك بزاف وتقطع لك أكثر من 70 حبة. نتمنى البنات اللي راكم تشوفوا في لا فيديو تاعي وحابين تعتمدوها كمشروع، نقول لكم هذه الوصفة نتاعكم وديروها كمشروع، وإن شاء الله ربي يرزقنا وإياكم أجمعين. واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هذو البنات من ضمن التحضيرات الرمضانية اللي راني شارك فيها معكم. والله راح تنقص عليك الوقفة بزاف، وسرتو ماديا. احنا كيما تعرفوا كامل الشوربة نشتوها مع البوراك البيتزا هذو لي كيش. والبوراك كيما تعرفوا كامل والله راه قالي ياسر. ماذا بك ديري حاجة كيما هاك في الدار ومامتو نقية ونضيفة، ومن بعد كيما الحاشو هنا البنات قادرة ما ديري لا دجاج لا والو. كيما لي كيش ديروا لهم السلق، دير لهم شوية بشاميل والله وشوية فرماج، والله قد تجي البنة تاعهم تسخف. انا نشتيهم بالسلق وهكذا. كاين منها انت تنقصي الوقفة عليك شوية في رمضان تلقاهم هذوما واجدين، تروحي برك ديري الحشوة. ومنها ثاني حاجة اقتصادية، وثاني احنا ماذا بينا نفرغوا رواحنا. راكم كيما تعرفوا كامل رمضان راه شهر واحد يجي في العام، وماذا بينا نستغلوه في العبادات. ان شاء الله ربي يقوينا وربي يقدرنا كامل. واكثر حاجة البنات نوصيكم عليها الصيام، والله راه مش برك على الماكلة، سورتو احنا نساوين والله ربي ان شاء الله يهدينا. ما نشدوش لساننا كامل. لو كان برك تجي تهدري على فلانة والله انتي شغل تكوني تهدري بنية حسنة، ومن بعد والله لهذيك شغل تروح في النميمة. وماذا بكم في رمضان هذا كامل نتعلموا انه نشدوا فامنا وما نهضروا لا حتى وحده، ما نقطبوا ما نذكروا وحده اللي دارت الحاجة الزينة تلقاها عند مولاها، واللي دارت شيناء ثاني تلقاها عند ربي. على بالي بلي منين ذاك الواحد إذا يقتدر ويحب يحكي بصح. ماذا بكم بنات رمضان هذا استغلوه في العبادة برك. شوفوا البنات هنايا أنا راني كفرت عليكم أقل الحديث نكون جبت فرشيطة وثقبتهم كامل كما راكم تشوفون، نديروهم في الفور يطيب. هنا البنات كل وحدة وتعرف الفور تاعها وطريقة الطياب تاعو. أنا هنا البنات الفور كنت شعلته على 180 درجة، كنت دخلتهم يطيبوا طابوا لي من تحت، ومن بعد حمرتهم من الفوق. البنات هنا انا طيبتهم طياب كامل، لانه من بعد على بالي باللي كيما تاع المهرس مش راح نرجع نطيبها نحشيها بالموس تاع نتاع الفخوماج ونخدمها. وكيما اللي كيش ثاني ما مش راح يحتاجوا طياب، راح برك ندخلهم 5 دقائق للفور حتى يذوب معايا هذاك الفرماج ولا الحاجه اللي راني راح نحشيهم بها وخلاص. شوفوا البنات هنايا بعد ما طابوا، شوفوا الله يبارك اللون هذاك، وشوفوا هنا الهجاجه كيفاش راح جاتني مقارمشه وشيشه والله قد تشهي. اتمنى كامل جربوها. هنا انا رحت دسيتهم في لي بورتمونجي، درتهم في الكونجيلاتور حتى شهر رمضان المبارك ان شاء الله. شوفوا كيفاش طابوا هنايا. كاين بعض الحبات نسيتهم والله كانوا حمار شويه. وشوفوا هذوما الحلوين وهذوك المالحين. هنا كانت والله ما حسبت البنات شحال قطعت لي حبه، بصح الله يبارك راكم تشوفوا قطعت لي كميه كبيره. انا دسيتهم هنايا في لي بورتمونجي. الا كانوا عندك الاكياس هذوك تقدري ثاني تخبيهم فيهم، وكل واحده واش تحب ديرهم. هنا هذوما الكبار حبات تحتانيات كثرت البنات معليش. شوفوا هنا هذوما تاع لي كيش، وهذو كامل راح نستعملهم ان شاء الله في شهر رمضان المبارك. كما قلت لكم البنات ما تنساوش تشاركوا في القناه وتخلوا لي جام لا فيديو باش يلحق ذاك الاكبر عدد من الناس. دمتم اوفياء حبيباتي، مع السلامه الى فيديو اخر.